الفيلم هذا ديال اليوم شابع اكشن وقصه نار مخلطه بين الرومانسيه والانتقام والحزن. وهذا الفيلم هذا فكرني في الحرب اللي ناضيه دابا بين الهند وباكستان، حيت هذا الفيلم هذا القصه ديالو كتدور في اقليم ديال كشمير. قبل ما نبداو في التلخيص ديال الفيلم ديالنا ديال اليوم كنبغي نقول لك صديقي، الا شي واحد من دمك جرحك وجرحك شكون غادي يفرحك؟ وتخيل معايا الا شي نهار اكتشفتي ان شي واحد قريب ليك في الدنيا هو اللي قتل باك وتسبب لك في مأساة كبيره، غتقدر تسامحه وتكمل حياتك عادي ولا غتعيش حياتك كلها كتقلب على الانتقام؟ هادشي اللي غنعرفوا من خلال الاحداث ديال الفيلم ديالنا ديال اليوم. ولكن اهم حاجه ما تنسى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس باش يوصلك جميع ملخصات الافلام جديده. ونبداو على بركه الله. كيبدا الفيلم ديالنا في سنه 1995 في الهند مع واحد الدكتور الله يعمر ليه الدار سميتو هلال. كان تعطي لواحد الشوكه لواحد القائد ديال واحد الجماعه من المتمردين اللي سميتو اخلاق لطيف. وهو يقول الدكتور لجماعه اخلاق لطيف ان المصرانه الزايده عنده ملتهبه وخاصو يجي لها واحد عمليه ضروري. ولكن واحد خونا رمان من اهل ديال الجماعه سميتو زهير بيبدا كيقول الدكتور ما خاصوش يجيرها وحنا مزيرين مع الوقت ومحاكين مع خوتنا رمان ديال الهندوس. وقال ليه ان هذا القائد ديالنا وجميع العمليات كلها معتمده عليه. ولكن الدكتور هلال غيقول لي الا ما دارش العمليه في هاد الايامات هادو غادي يموت. ويقول ليه الدكتور انا غادي ندير ليه هاد العمليه هادي في الدار عندي وكل شيء غيدوز ساكسان. وغينقل الدكتور هلال اخلاق لطيف لبيتو وغيكون باين ان مرات هلال كانت مقلقه من الجماعه ديال المتمردين وقالت لي انا عارف انت هادشي اللي كدير دابا غيشعل العافيه عندنا في القريه. ولكن هلال غيقول لها ما كاين حتى شي واحد غادي يجيب الخبار. والمساعد ديالو معاه وفعلا غادي يدير العمليه الاخلاق. ولكن الزهر اللي ما عندوش في نفس هاد الليله هادي غيدخلوا البوليس باش يفتشوا القريه وغيبداو جميع الاهالي ديال القريه غيتجمعوا باش التفتيش يبدا. وفي هذا الوقت هذا غيبدا الدكتور هلال يوصي واحد يتابع العلاج ديال الاخلاق. ومن بعد واحد شويه غيحضر مرته وغيقول لها ردي البال باش اذا البوليس شك في شي حاجه غيجاوبوا عليها. تماك وبدات كتسولو مرته وقالت ليه واشنو غنديروا في ولدنا حيدر. تماك هلال غيقول لها ربي معاه. تماك البوليس غيبداو التفتيش. ولكن الزهر اللي ما عندهمش مساكن غيكتشفوا ان الدار ديال الدكتور هلال في هذاك المتمرد وغادي يحاصروا البيت وغيطلبوا من اخلاق لطيف يسلم نفسه ولا غادي يقتلوه. تماك بداو يضربوا القرطاس على اخلاق لطيف واللي معاه وتضربوا بزاف ديال البوليس وقدروا دوك المتمردين يقيسوا بزاف ديال الناس من البوليس. ولكن البوليس غيسيطر على الوضع وغادي يضرب اخلاق لطيف. ومن بعد هذا الشيء هذا غادي نشوفوا مرات الدكتور هلال راجلها وهو مقبوض عليه وغادي يفرق كاع البوليس البيت ديالهم. وهذا الشيء هذا اللي غيدخل مرات هلال في واحد الحاله ديال الصدمه. وتماك غادي يموت اخلاق لطيف. ومن بعد هذا الشيء هذا غادي يزيدوا لقدام وغادي نشوفوا حيدر ولد الدكتور هلال ملي كبر وهو راجع للدوار. ولكن البوليس غادي يوقفوا وغيقول لي انه هو طالب من بلاد سميتها اسلام اباد. ولكن واخا هكا البوليس غادي يشدوا لحتى غادي تجي واحد صحيرته. وبيني وبينكم هاد الكوكريه اللي طيح عليها حيدر بياسه وسميتها ارتشي. وتما فين غتفهمهم سوسان ان هذا واحد سوء تفاهم وغتقول لهم ان حيدر شاعر وماشي من المتمردين. وما في الطريق غادي تبدا انسه قتيبلوز تقول حيدر غادي توصلوا دابا باش تشوف امه وهي دابا في بيت ديال عمك. ولكن حيدر غيقول له انه باغي يمشي لبيتهم القديم اللي تفرقع. وغيدخل حيدر البيت وغيجي يجلس وغيبدا يتفكر الذكريات الزوينه اللي كانت مع باه في الماضي. وغيلقى حتى واحد التصويره ديال امه وباه فغيشدها وغيحتفظ بها. وغادي يكون في واحد الحاله نفسيه خايبه بزاف وغيبدا تيقاد في البيت ويمسح الصبات ديال باه القديمه. وغتبدا كتحاول ارتشي تهديه ولكن لسوء الحظ غيشوف اخوها فجاه وهي كتعنق فيه. تماك غادي يتقارى مع حيدر وغيقول ليه الا شفتك عاوتاني مع الخوادريه غادي يفرتك ليك دماغ. وغادي يشد اختو وغيجرها لبيتهم. وفي البيت غيقول لها با على انا ما كنتش هضرت معاك على هذا البلان هذا وقلت لك ان ما كاينش شي خونا رمان من هاد المتمردين هادو ولا ولادهم يقدروا يخدموا اي خدمه حكوميه ومحترمه ولا حتى يقدروا ياخذوا الباسبورات ديالهم. تماك خوها غيقول له با انا قلت لك قبل من هاد الشيء هذا الوالد هاد اختنا رمان هادي ما خاصهاش تخرج من البيت كاع. ولكن ارتشي واخا هادشي كله اللي تقال لها ما غاديش تقتنع بالكلام ديالهم. وملي غادي تشعل مناقشه بينها وبين خوها غادي تدخلهم وغتدخل للبيت ديالها وغتسد عليها. وفي هذا الوقت هذا غيوصل حيدر للبيت ديال عمو وغادي يشوف امو وهي جالسه وكتكركر مع عمو وهو خدام كيغني ليها وهي جالسه وكتضحك. تماك دخل لهم حيدر وهو مصدوم وبدا كيقول لامو وعمو كيبان لي الغياب ديال الوالد عاد قاد لكم البلان وجالسين كتضحكوا وتكركروا في غياب ديال الراجل. ولكن امو غادي تمشي عنده وغتضربوا بواحد الترفيقه وغتقول ليه كيفاش كتهضر هكا. ولكن حيدر
حيدر غيشد راسو وغادي يمشي في حالته. امو غادي تبقى كتجري موراه وكتطلب منه السماح انه يرجع، ولكن هو ما غاديش يجاوب عليها وغادي يمشي. وفي نفس هذا الوقت هذا غيتصل الضابط باد ارتشي بواحد سميتو سليمان، وغيسولو باد ارتشي واش كتعرف حيدر. تماك سليمان غيقول ليه ايه هذا كان معايا في المدرسه. تماك الضابط غيقول ليه صافي هو غتلقاه عند البحيره، شدو وصلوا للبيت وخلي ديما عينيك عليه. ولكن في هذا الوقت هذا البوليس غادي يوقفوا حيدر حيت هو كان غادي في وقت حضر التجول، ولكن فجاه غادي يبان سليمان وغيقدر ياخذ حيدر معاه فوق التريترا وغادي يمشيو. ومن بعد هذا الشيء هذا غيبدا حيدر يقول صاحبه انه خاصو يقلب على باه. تماك سليمان غيقول ليه غادي تقلب عليه فين؟ في المعتقلات ولا في السجون؟ فحيدر غيقول له ان هذه البلاد هذه كلها سجن كبير، ولكن انايا ما غاديش نيئس وغادي نقلب عليه في البلاد كلها. وفعلا غيدير داكشي اللي في راسو وغيطبع حيدر الصوره ديال باه وغيبقى كيقلب عليه هو وارتشي في جميع السجون والمعتقلات، ولكن من غير حتى شي فايده. وغيبقى كيقلب عليه بين الجثث والمصابين، ولكن حتى هو ما غاديش يلقاهم فيه. وغيحاول يعتصم هو والناس اللي ما لاقينش الاهل ديالهم في السجون والمعتقلات، ولكن حتى هي من غير حتى شي فايده. ومن بعد غادي نشوفوا الضابط باد ارتشي مع عم حيدر وهو كيقتل مجموعه من المتمردين من غير حتى شي محاكمه، وشاد هاد العمليه هادي على اساس انها تجاره، حيت كيشد قدام كل راس قتلو من المتمردين الف روبيه. ومن بعد هاد الشيء هذا غيمشي عم حيدر عند الحيدر وبيقول ليه انت كيفاش كتهمني في شي حاجه بيني وبين امك؟ هاد امك هادي اسابيع وما كدير حتى حاجه من غير انها كتبكي على باك. ونار على كذابه عمو هذا. كون شافوا حيدر اشنو كان تيجي ليه مع امه كون حي ليه المناخر باش كيتنفس. هو يزيد خونا رما نكملها وجملها وقال لي ان هاد باك هذا راه خويا انا غادي نترشح للانتخابات. كتعرف علاش؟ هادشي غير باش انه نوصلوا السلطه ونقلب في جميع السجون حنا خويا ونخرجوا. ولكن حيدر غيقول لي انايا ما غاديش نتسنى حتى نكون في السلطه ونقلب على با، انا غنقلب الدنيا دابا كلها. وغادي يمشي وغادي يخليه وغادي يمشي من بعدا حيدر عند باد ارتشي وغيقول لي انه كاين واحد البند في القانون بيقول لي ان اي شخص تقبض عليه خاصو يتسلم بالسميه اللي تابع ليه. ويقول لي ان با دابا 20 يوم وهو غايب على الدار وما كنعرفوا عليه والو. ولكن باد ارتشي غيقول لي كون كان كلشي غادي بالقانون في هاد البلاد هادي حتى واحد ما غادي يغلب، والا بديتي كتلعب مع الجيش يا ولدي بلاص ما تقلب على با غادي تقلب على قبرك فين جا. تما غادي يمشي حيدر وغادي يخليه. ومن بعدا غادي يجي عند حيدر وغيقول لي ان امك دات واحد الاضراب عن الطعام وحلفات لا تاكل الا لما جيتي عندها نتايا. وتما غادي يمشي عند حيدر وبدا كيوكلها ويقول لها انتيا ديما كتبتزيني عاطفيا باش نجي لك اي حاجه انتيا باغيها. وغيقول لموش باقا عاقله على النهار اللي اصريتي اني نخرج نقرا فيه على برا وبزيتي على الوالد. تما كمو غادي تقول ليه عرفتي كون ما سافرتيش اشنو غادي يوقع لك وشنو غيكون المصير ديالك. تما غادي نرجعوا واحد الفلاش باك اللور وغادي نشوفوا شنو واقع. تما غادي نشوفوا حيدر ملي كان باقي تيقرا امو لقات في المحفظه ديالته فردي. ديك الساعه ضرباتو وقالت ليه نتايا من امتى كتهز السلاح. ولكن ديك الساعه انه غيقول ليه باغي يكون من المتمردين. وغتمشي امو ديك الساعه وغتقول لعمو وجدو. تماك جدو غيقول لها ان الدري هذا خاصك تبعدي من هنايا وخاصو يسافر يقرا على برا ويبعد على هذه البيئه ديال التمرد والحرب والسجن اللي هنايا. وغتقتنع تمو بهضر ديال جدو وغيدخل كرم عم حيدر ديك الساعه على امه حيدر وجدو. وبدات امه حيدر تقول لجدو حنا ما غاديش نفرحوا بكرم ولا شنو. وديك الساعه غيقول لها كرم كاع الكوكريات المزيانين تزوجوا بحالك انتيا دابا. وغيبان ان هذا كرم هذا ماشي تليه وكيبغي مرات خوه. وغيمشي بات هلال يهضر مع ولده ويقنعو باش يصفر حفيدو. ولكن هلال غيقول له انه هو ما شايفش ان السفر هو الحل باش العنف اللي كاين في هذه البلاد هذا يسالي. وديك الساعه غيسمعوا قائد المقاومه ويقول لهم العنف هو الطريقه اللي غادي نجيبوها حريتنا. ولكن بات هلال غيقول له العنف كيجيب غير العنف والظلم بيجيب الدمار. وغيتبدل المشهد وغنشوفوا حيدر اللي يرفض تماما الفكره ديال السفر وقال انه باغي يكمل التعليم ديالو هنايا في هذه البلاد هذه مع باه. ولكن مو غتمشي عنده وهي هازه السلاح في الجهه وغتمشي عنده وغتحط السلاح في دماغها وبتقول ليه الا ما سافرتيش انا غنقتل راسي. وغادي نرجعوا للحاضر وغنشوفوا حيدر وهو كيكمل الهضره مع امه وبتبدا كتقول ليه ان باك عمرو ما اهتم بيا ضيع عمرو كله في معالجه ديال الناس
ولا عمرو فكر فيا ولا في بيتنا، ودابا من بعد ما اختفى انا وليت نص ارمله وما كاين حتى حل قدامي من غير اننا نتسنى باه ولا نتسنى جنازته. وغيبقى حيدر يتناقش معاه ويقول لها ان باه باقي حي وانتيا فاهمه الهضره هادي، وغتبدا الانتخابات وغيترشح عام حيدر كيف ما قال ليه، وغادي يشد القهوه بخوه اللي مات وغيدير الدعايه في الانتخابات بسميت خوه، وفعلا غادي يربح عام حيدر الانتخابات وبيكون فرحان بزاف وغيبداو الاحتفالات. ومن بعد واحد شويه غادي يبان واحد خونا رمان الشكل ديالو غريب وغيبقى غادي ورا ارتشي. تماك ارتشي بيبدا كيدخل مع الغاشي وغتقول ليه نتايا من تصبحت الله وانت سامر عليا مولو. تماك هو غيقول ليه انايا معايا واحد الرساله لحيدر من باه وهاد الرساله دي خاصها توصل ليه، وغادي يخلي لها واحد الرقم وغيقول لها خلي حيدر يتصل بيا في هذا الرقم هذا. وملي غادي تسولي على سميتو بيقول لها انا سميتي روح. وغتمشي ارتشي من بعد هذا الشيء هذا لعند حيدر اللي كان في واحد المظاهره قدام واحد من المعتقلات، وغتقول ليه انه كاين واحد الخبر مهم بزاف في رساله من باه. وغيمشي حيدر معاه وغيبدا يتصل بالرقم اللي مع ارتشي. تما غادي يرد عليه داك الراجل وغيقول ليه ان كاين واحد الخبر مهم بزاف وكاين واحد الرساله من باه، وغيقول ليه غدا نتلاقاو مع 9 ديال الصباح في وسط ديال المدينه. والغد لي غادي نشوفوا حيدر هو غادي عنده. وفعلا حيدر في الوسط ديال المدينه غادي يتلاقى مع الشخص الغريب، وغيكون سليمان غادي من وراه وكيراقب فيه حتى غيبانوا واحد جوج مبودرين ومسلحين وغيغمضوا ليه عينيه وغادي يركبوا معاهم في الطوموبيله وغادي يديو للجماعه من المتمردين. وغيبدا حيدر يسولهم على باه. تماك روح غادي يقول لي ان با كاين في واحد البلاصه بعيده بزاف. تماك حيدر غيقول لهم شنو هي الرساله اللي خلا ليا با. تماك روح غيقول لي انه باغي ينتقم ليه من المجرم اللي قتلو، ولكن حيدر ما غاديش يكون فاهم وما مصدقش الكلام ديال خونا رمان، وغيقول لي انا يا بايا مسجون واكيد غادي نوصل ليه وغادي يكون غادي في حالته. ولكن روح غيبدا كيغني الاغنيه اللي كان كيغنيها با حيدر ديما. تماك حيدر غادي يرجع ليه وغيبدا يعاود ليه على هذا الشيء اللي وقع مع با، وغادي نديرو واحد فلاش باك وغادي نشوفوا روح هو مسجون مع الدكتور هلال في المعتقل بعيد. وفي هذا المعتقل هادو كانوا كيشوفوا اسوأ انواع ديال التعذيب اللي ما كاينش شي بشر غادي يتحملها. وفي واحد النهار هما كاينين في المعتقل غادي يكتشفوا الحياه مره اخرى، وهي انه كرم خو هلال كان خدام مخبر عسكري ودار واحد الجماعه لمكافحه المتمردين، وهو اللي خلى البوليس يشعل العافيه في القريه ويقلب البيت ديال خوه ويشدو. وهذا الشيء كله دارو حيت كيبغي مرات هلال وباغي يدير معاها علاقه. وفي واحد النهار هلال غادي يوصي صاحبو روح انه الا طلعوا حيين من هنايا يمشي لعند ولدو حيدر ويقول ليه انه ينتقم ليه من خو كرم اللي خانو، وغيكمل ليه روح داك الشيء اللي وقع. ومن بعد هذا الشيء هذا كرم سلمهم لقوات المكافحه التمرد اللي ضربوهم بالقرطاس ورماوهم في النار. ولكن هو وقع دي واحد المعجزه حيت الحبل اللي كانوا مكتفينو به ومع الماء بارده وقفت النزيف والناس لقاوه في جنب الطريق وعالجوه. ولكن للاسف الدكتور هلال مات ولقاو الجثه ديالته من بعد شي ايامات. وبيقول ليه روح على البلاصه ديال باه وغيعطي ليه واحد المسدس وغيقول ليه خاصك تاخذ حقك من الخنزير اللي قتل باك وحط عينيه على امك. تماك حيدر غيكون شاعل وعينيه حمرين بالدم على الغضب على عمو، وغادي تفيق مض حيدر وغادي تكون ناسا حدا كرم وغتكون مقلقه بزاف على ولدها حيدر حيت مختفي هادي يومين. ولكن كرم غادي ينوض وغادي يجلس يلطف مع الجو ويفرفش ويكركش معاها، وغيقول لها ان حيدر ما بقاش دري صغيور وغيمشي من بعدها عند سليمان صاحب ديال حيدر، وغادي يعطي ليه سليمان تصاور اللي كان صورهم لحيدر ملي كان هو تيراقبو لبات ديال ارتشي وعم حيدر. وتما غادي يعرفوا ان روح باقي عايش. ومن بعد هاد الشيء هذا بواحد شويه غادي تمشي ارتشي وغادي تشري واحد الهديه لباها، وغادي تفاجئ وغيبدا باها يحزر ويبزر ويدير معاها الخاطر، وغيقول لها ان حيدر هذا تيتقطر ليا من عينيا، واهم حاجه هو انت ما تخبيش عليا حتى شي حاجه اللي متعلقه بموضوعكم نتوما. وفي هذا الوقت هذا غيكون كرم مع مات حيدر في الميدان وغادي تشوف حيدر وبيكون محسن شعره وواقف كيهضر بحال الحمقين. وملي مو غتشوفو هكا غتبدا كتنوح. تما غادي يقول لها حيدر انا عندي لك واحد الخبر مزيان، وغادي يوريهم التصويره ديال تبا وهو ميت. تما غيبدا كرم يجي للجنازه ديال الخو، ولكن حيدر تما غادي يكون صافي قطع الوراق في الحماق ولا كيلعب مع الدراري الصغار في الجنازه ديال تباه. ومن بعد هذا الشيء هذا غيمشي كرم يجر السويفه لحيدر وغيقول لي انه عارف شكون اللي قتل خوه وانه روح اللي كان معاه في المعتقل هو اللي قتلو حيت باك كان عارف انه عامل باكستاني مزدوج. ولكن حيدر غيكون صافي عقلو طفى وما كاينش في الدنيا دي اصلا. ولكن في هذا الوقت هذا غادي توصل ارتشي وبغات تحاول تخفف عليه وغادي يدوزو وهاد الوقيته زوينه بزاف مع بعضياتهم
حياتهم. ومن بعد هذا الشيء هذا كرم غيطلب قدام اهل القريه انه يتزوج من الارمله ديال خوه باش يحافظ عليها ولا حيدر، وكلشي غادي يكون فرحان. والنهار ديال الزفاف غيدخل حيدر على عمو وهو فرحان وهو كيشطح وتيغني، غيبدا كيرمي المعاني لعمو وغادي يمشي يبارك حتى لامو وغادي يلمح ليها ان عمو هو اللي قتل باه، وغادي يمشي يخبي الفرجي اللي معاه في البيت. وملي غادي يشوف امو وهي كتقول موافقه على هذا الزواج هذا قدام العدول غيكون مقلق بزاف، وارشي من خوفها عليه غتقول لباها على المسدس اللي حيدر مخبيه معاه واللي شدو من الجماعه ديال المتشردين باش يقتل به عمو كرم. وفي الحفله ديال العرس غيبدا حيدر يغني لعمو وامو وبدا تيقول لهم امك يا امك ضرب الشيشه وصباح منك. تماك عمو غادي يقول لي سير عند هذا اللي كتب لك هذه الاغنيه هذه كيف ما عطاك داك الفردي باش تقتلني. تماك حيدر غادي يحس بالشمته وغادي يشوف وجه ديال ارتشي حيت هي الوحيده اللي كان عارفه ان كرم عنده الفردي، وكرم غيقول انه ما يشدوه وغادي يشدوه، والدكتور غادي يعطي ليه واحد المخدر وغيقول لهم غدا خاصو يمشي لواحد المصحه نفسيه. وبعد تكون ارتشي مقلقه بزاف ومصدومه من هذا الشيء اللي داروا باها، وغادي تقول لي انك انت خنتيني واستغليتي الثقه ديالي فيك وما همكش حيدر يعيش ولا يموت، وانا ما بقيتش باغي نشوفك عاوتاني. وفي نفس هذه الليله هذه غادي يحلم حيدر ان باه تيطلب منه انه ينتقم ليه من خوه كيف ما خانو ودا ليه مرتو. ونهار ثاني غادي يفيق حيدر وغادي يشد الفرجي ديالو وغادي يدخل على كرم اللي كان كيصلي وكيطلب من الله يغفر ليه الذنوب ديالو وداك الشيء اللي دار في خوه. وفي هذا الوقت هذا غيوصل بط ارتشي باش يدي حيدر للمستشفى وغيقدر يشدو قبل ما يقتل كرم، وغيبقى حيدر يقول لكرم انه ما قتلوش غير حيت كان تيصلي، وغادي يشدو بط ارتشي وغيقول رجالو انهم خاصهم يقتلوا حيدر. ولكن ملي كانوا غاديين في الطريق غادي يكون واحد الضودان والحارس اللي كان في الطوموبيله غادي يتخبط وغادي يطيح السلاح ديالو. تماك حيدر غادي يشد داك السلاح وغادي يقتل به حارس وغادي ينزل من الطوموبيل وغادي يهدد الشيفور ديال الطوموبيله واللي معاه واللي غيكون سليمان صاحبو الخاين، وغيقول لهم انهما يحلوا ليه يديه ولا غادي نقتلك. وبمجرد ما سليمان غادي يفتح ليه يديه غيقدر يشد السلاح من حيدر وبيكون غادي يقتلو، ولكن الزهر اللي عند حيدر غيلقى السلاح ما فيهش القرطاس وغادي ينوض حيدر. من بعد هذا الشيء هذا اللي طرا وغتنوض بيناتهم واحد المطارده بين سليمان واللي معاه وحيدر. تماك حيدر غيقدر انه يطيح سليمان وغادي يشد واحد الحجره وغادي يفرشخ ليه بها دماغه وغادي يطيح ثاني حتى هو وغادي يشد واحد الحجره وغادي يقتلو بها. وتما غادي يعيط حيدر للروح وغيقول لي انه باغي يدرب معاهم. تماك روح غادي يقول لي انه تسناني على الحدود وانه صيفط ليه الناس باش يجيبوه. ومن بعد هذا الشيء هذا غيتصل حيدر بمو وغيقول لي انه كاينه 1000 طريقه ديري داك الشيء اللي في بالك غير انك تقتلي با، وغتبقى مو كتبكي وتقول ليه ما درت حتى حاجه من هذا الشيء هذا اللي كاين عندك في دماغك. تماك حيدر غيقول لها صافي على العموم هذا الشيء ما بقاش مهم، وغتقول ليه مو خاصك تقابلني لاخر مره، ولكن ما غاديش يجاوبها وغادي يقطع عليها في وسط وجهها. ولكن مات حيدر غادي يمشي للبيت ديال الهلالي القديم اللي غيكون تفرقع. تماك غادي تلقى ولدها وتماك غادي يقول لها امي العروسه اللي راجلها مازال مرتاح في قبره مشات تزوج ونسات مع راجل اخر اللي قتل با باش تزوج به. تماك امو غادي تقول لها هذا الشيء ما وقعش، ولكن حيدر غيقول لها الناس كلها عارفه انك انت اتفقتي مع كرم وقتلتي با. هو بصح كرم هو اللي بلغ عليه البوليس، ولكن هو منين غيعرف ان اخلاق لطيف كان مخبي عندنا في البيت من غير من عندك انتيا. وغادي نديروا واحد فلاش باك لهاد الليله ملي كرم اتصل بمات حيدر باش يهضر معاه شويه ويدردش، فمشات هي قايله له ان هلال جاب اخلاق لطيف للبيت باش يجي ليه واحد العمليه، وبتقول لي ان هي ما كانتش عارفه ان كرم عامل ديك الساعه، وبتقول لي ان ما كانش قصدها يقتل باك. ولكن حيدر غادي يحماق وغيبقى كيضرب في البيت. وفي هذا الوقت هذا بات ارتشي غيتلاقى الرباط اللي كان رابط به حيدر وغادي يعرف انه هرب وما ماتش. وتماك مات حيدر غادي تقول لي عافاك اولادي دير اخر حاجه زينه في حياتك وقتلني وريحني من هذا العذاب هذا. تماك حيدر غيقول لها الناس اللي بحالك نتيا ما خاصهمش تموت، خاصها تبقى عايش وتتعذب في كل نهار وفي كل ثانيه وفي كل ساعه كتعيشها. وفي هذا الوقت هذا غيدخل عليهم بات ارتشي وغيكون باغي يقتل حيدر، ولكن حيدر غادي يقتلو هو الاول. ومن بعد موت بات ارتشي غيبقى كرم يقول لمراتو انت السبب في موت هذا الراجل هذا، واش انت بعقلك غادي تمشي تقابلي ولدك من بعد هذا الشيء كله اللي دار؟ انت يا ولدك صافي ولا مجرم؟ تماك مات حيدر غتقولي لها هما مجرم في الضو حسن من حنش كيعض من تحت لتحت بحال شي
ناس، وغادي يعرف خو ارتشي ان باه مات وغادي يجي باش يشوفو، وغيكون مقلق بزاف هو وارتشي وما مصدقينش هذا الشيء اللي وقع. وغادي تمشي امات حيدر تواسي ارتشي وبتقول لها ان كون ما حيدر قتل باك كان باك غادي يقتل حيدر، وان ولدها دابا في نظر كلشي ولا مجرم وكلشي باغي يقتلو. ولكن للاسف في هذه الليله هذه ارتشي ما غاديش تستحمل هذا الشيء كله اللي وقع وغادي تنتحر. والنهار الثاني حيدر غيشوف خو ارتشي كيبكي وبيفهم ان ارتشي مات وغيجي كيجري. تما كورام ورجالته غيبداو يضربوا المتمردين ويضربوهم بالقرطاس وغيتقاسوا بزاف ديال الرجال من عند كورام. ولكن كرام غادي يرمي ديال البيت ديال حيدر واللي معاه قنبله وغادي يقدر يضرب الناس المتمردين. وفي هذه اللحظه هذه غيلقى حيدر ارتشي وغادي يشد السلاح ديالو وغينوض وغيطرطقوا فيهم، وغيبدا واحد من المتمردين يزف واحد القنبله حتى هو على الرجال ديال كورام. وقبل ما كرام يفجر البيت غيلقى امات حيدر دخلات عليه وبتقول لي انا غادي نخلي حيدر يسلم نفسه، ولكن عافاك ما تقتلوش. وغادي تدخل امات حيدر لعند حيدر وغتلقاه مضروب وبتحاول تقنعه يسلم نفسه، ولكن حيدر غادي يرفض. فبتقول لي انه ما غاديش تقدر انها تعيش، انها تشوفه ميت. وغتخرج برا جهه كرام وبتكون رابطه راسها بواحد الحزام ناسف، وغادي يحاول كرام يوقفها. حيدر واخا هادشي كامل اللي دارت فيه غيبدا يعيط عليها، ولكن غتفرقع راسها وغيبقى حيدر كيبكي وما غاديش يكون مصدق، ولكن غيلقى عمو باقي ما ماتش وغيكون مضروب بزاف ورجلو غتكون طارت في الانفجار، وغيكون حيدر على بوند غادي يقتلو. ولكن غيتفكر كلام ديال جدو ان العنف كيجيب غير العنف وغادي يخليه وغادي يمشي. وغيبقى عمو كيقول ليه قتلني وهنيني وخذ حقك، ولكن حيدر غادي يخليه وغادي يمشي. وهكا غنكونوا سالينا الفيلم ديالنا. الا وصلت هاد اللحظه هادي خلي معاك لايك، دير في الكومونتات افلام نديرو في المستقبل، وحتى هنا غنقول لكم طلعوا.